سؤاله الأخير يقول: إذا كان الولد المكلف لا يقوم لصلاة الجماعة إلا بإيقاظه لثقته بأن والده أو والدته ستوقظه، فهو يغط في نوم عميق ولا يبالي، فهل يجوز لأهله أن يتركوه بدون إيقاظ تأديبا له لكي يقوم بنفسه؟ وهل يأثم الوالد إذا ترك ابنه على هذه الحال مع أن نيته الإصلاح؟ ما ليست هذه نية الإصلاح. نية الإصلاح أن يربي ولده على الطاعة وعلى الخير وعلى المحافظة إلى الصلاة، وأن يوقظه للصلاة ويحرص على ذلك، ولا يذهب إلى المسجد إلا وهو معه أو يثق أنه سيتبعه، ولا يتركه نائما فإنه مسؤول عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيوم إذا كان ابن 7 يؤمر بالصلاة، فكيف بالبالغ والرجل؟ فيجب على صاحب البيت أن لا يترك في بيته رجالا يتركون الصلاة مع الجماعة.